يا دكتور أنا عندي خمول غدة درقية والتحاليل مش راضية تظبط والأعراض ما بتتحسنش. كل ما بروح للدكتور يبدأ يزود لي في الجرعات وبرضه أرجع أعمل التحاليل والدنيا مش ظابطة معايا والأعراض مكملة وعمالة أزيد في الوزن. في خطوة مهمة جدا ما بناخدش بالنا منها وهي خطوة تنشيط هرمون الغدة الدرقية. الهرمون الغدة الدواء اللي احنا بناخده ده بناخده في الصورة الغير نشطة اللي هي بتبقى التي 4، والتي 4 محتاج يتنشط جوه الجسم عشان يتحول إلى التي 3 اللي هي الصورة النشطة من هرمون الغدة الدرقية، وبالتالي يبدأ يدي الأثر بتاعه. طيب عملية التحويل أو التنشيط دي أكتر مكانين بيتم فيهم جوه الجسم هو الكبد والأمعاء، وبالتالي لو في مشكلة جوه الكبد أو مشكلة في الأمعاء خطوة التحويل دي مش هتتم بكفاءة، وبالتالي مش هيحصل استجابة مثالية للعلاج، وكمان الغدة هتتأثر بشكل كبير جدا. فمهم جدا ان احنا نحافظ على الكبد وعلى الأمعاء. وكمان في بعض العناصر المهمة جدا لخطوة التحويل دي، أهم عنصر وهو السيلينيوم. السيلينيوم بيخش في خطوة مهمة جدا في عملية التحويل، وبالتالي لو أنا باخد سيلينيوم بشكل كافي ده هيساعد في زيادة الاستجابة لعلاج الغدة الدرقية. تاني عنصر وهو الحديد. هم لقوا كده ان خمول الغدة الدرقية بيبقى شائع معاه الانيميا وانيميا نقص الحديد، وانيميا نقص الحديد ممكن تزود الاعراض بتاعه خمول الغدة الدرقية وبتقلل من الاستجابة للعلاج. وبالتالي احنا لو صلحنا الانيميا لو هي موجودة فده بيساعد في زيادة الاستجابة لعلاج الغدة الدرقية. كمان من العناصر المهمة هو اليود والزنك وفيتامين دي، والحاجات دي كلها لازم نضمن الاحتياج بتاعنا ان احنا ناخدها. كمان من الحاجات المهمة جدا ان انا احافظ بقى على صحة الامعاء بتاعتي، فلازم اتجنب كل الاكلات اللي ممكن تهيج الامعاء زي المصنعات وزي السكريات، وبعض الحاجات اللي ممكن تأثر على عدد كبير من الناس زي الجلوتين وزي الألبان كمان اللي بتحتوي على لاكتوز وبتحتوي على الكازين ممكن يسبب تهيج في الأمعاء وزيادة في الالتهابات، وبتزود بعض النشاطات للأمراض المناعية. ما بقولكش تمنعها زي ما ناس كتير بتقول، لكن بقولك اعمل اختبار لنفسك. يعني تمنع الحاجات دي فترة، امنع الجلوتين وامنع الألبان لفترة وراقب الأعراض بتاعتك. لو حسيت بتحسن في الأعراض يبقى أنت عندك مشكلة فعلا مع الجلوتين ومع الألبان، ومهم جدا إن احنا نتجنبها، وده هيساعد في تحسن الحالة بشكل كبير جدا. عايز أقول لك إن حالات كتير جدا من خمول الغدة الدرقية والهاشيموتو والأمراض المناعية حصل لهم تحسن كبير لما منعوا منتجات اللي بتحتوي على الجلوتين زي الحاجات المعمولة بدقيق القمح كلها وكل المنتجات اللي موجودة في السوق والمخبوزات، ولما منعوا الألبان. كمان تحسين البروبيوتيك أو تحسين توازن البكتيريا النافعة من العوامل المهمة جدا اللي بتساعد على زيادة استجابة لعلاج الغدة الدرقية وبتحسن من حالة خمول الغدة الدرقية. كمان من الحاجات المهمة جدا هو تقليل التوتر. هرمون الكورتيزول يا جماعة لما بيعلى في الجسم ده من أكتر الحاجات اللي بتأثر على خطوة التحويل دي، فمهم إن احنا نحافظ على نوم كويس ونحاول ندير التوتر ونهدي نفسنا. فالموضوع مش إن احنا ناخد علاج وخلاص، لكن إن احنا نحسن البيئة المحيطة كلها علشان نزود من الاستجابة للعلاج ونحسن من حالة الغدة الدرقية. دمتم سالمين وبصحة. سلام عليكم.